الحظ يرفض أن يبتسم للمغرب، لكن في كل الأحوال هو إنجاز تاريخي لكل العرب بقيادة أسود الأطلس. ومش عايزين نعلق على التحكيم اللي تحسه دايما بيتربص للمغرب، لقطة واضحة وصريحة وضوح الشمس والحكم بيعمل مش شايف. خلونا نحكي شوية عن المباراة دي وبعد كده نناقش في هذا الفيديو نجاح المنتخب المغربي في كأس العالم. كرواتيا بتبدأ المباراة بهجوم في أولى الدقائق بضغط كبير من الخط الأمامي، وبينجحوا بإحراز الهدف الأول مبكرا، وهو ده اللي كانوا عايزينه فعلا. لكن سرعان ما جاء رد المغرب بتسجيل هدف التعادل عن طريق أشرف داري، وتشعر وكأنه بنفس طريقة تسجيل كرواتيا اللي بدأت المباراة دي بضغط مبكر ومكثف، لأنهم عارفين إن بمجرد سيطرة أسود الأطلس على الكرة فلن يستعيدونها نهائيا. لذلك كانوا يلعبون وكأنها مباراة نهائية لهم. كرواتيا واصلوا الضغط علينا وللأسف أحرزوا الهدف الثاني، وعلى الرغم من محاولتنا إلا أننا لم يحالفنا الحظ والتوفيق للعودة. أكيد كلنا كان نفسنا نشوف المغرب اللي في المشهد ده مكان كرواتيا، ولكن عجبني ردة الفعل إن حتى أثناء الهزيمة اللاعبين لم ينسوا السجود والشكر لله في السراء والضراء، على الرغم من أنه لا يوجد ضراء. فالمغرب نجح في المونديال بكل المقاييس وبكل الأعراف. وفي الفيديو ده احنا هنستعرض نجاحات المغرب في كأس العالم، وسنسلط الضوء على نقاط كثيرة ستعجبكم بإذن الله. بس بنذكر حضراتكم بعمل لايك لهذا الفيديو، ولو انت فخور بما قدمه المغرب اعمل بارتاج من فضلك. لو كنت فاكر ان العالم العربي والاسلامي مبتهج وسعيد بسبب تأهل المغرب العربي للمربع الذهبي لكأس العالم لهذا السبب وفقط، فحضرتك محتاج تراجع نفسك وتحاول تقرأ بعمق ما وراء الأحداث. أولا، هذا المنتخب مدربه من طينة أبناء المغرب، ويتقاضى راتبا متواضعا جدا مقارنة بناس دربت منتخبات عربية كبيرة وأجانب وتقاضوا أضعاف أضعافه، ولم يستطيعون تحقيق خمس ما وصل له مع فريقه. وبدأ تدريب الفريق من شهرين فقط قبل انطلاق كأس العالم. ثانيا، افتحوا صور اللاعبين بعد الفوز وشاهدوا السجود الجماعي للمنتخب بعد كل المباريات، سجدة شكر وعرفان وإرجاع الفضل لله وإظهار دينهم بكل اعتزاز أمام العالم أجمع. هذه دعوة مباشرة للإسلام، وأيضا وهم يرفعون علم فلسطين والتعبير عن قضيتهم. ثالثا، تخيل معي اللاعبين حاضرين معهم أمهاتهم وأبائهم. لاحظ كمية البر وتقبيل رؤوسهم وأيديهم وإكرامهم وتقديرهم أمام شاشات العالم. ناس شبهنا من طينة مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وسفراء لإظهار خلق المسلم وبره بوالديه، وإنه من أهم مصادر الفلاح والنجاح في الدنيا وبإذن الله في الآخرة. رابعا، تخيل معي أن حارسهم الرائع ياسين بونو حين أثار غضب الصحفيين بالمؤتمر الصحفي لعدم رغبته بالرد إلا باللغة العربية، على الرغم من إجادته للغة الإنجليزية والفرنسية والأسبانية. والعجيب أنه من مواليد مونتريال الكندية. بونو قال على الملأ: ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية ولم تحضروا مترجمين. خامسا، احنا سعداء بالفوز، وإنهم كمسلمين وكعرب وكأمازيغ وكأفارقة وصلوا إلى المربع الذهبي في أول كأس عالم عربي في رحلة معافرة مبهجة سيخلدها التاريخ الكروي. اشتغلوا بالمتاح وأنجزوا إنجازا عالميا، وأطلقوا رسالة هامة وصلوها لكل محبط.
منتظر الوقت والمكان والظروف المثالية، وأطلقوا رسالة قوية لكل الشعوب العربية بأنهم يقدروا، ليس فقط في المجال الكروي ولكن أيضا العلمي والاجتماعي والثقافي، وإن في نقاط كتير ممكن توحدنا وتجمعنا، وعندنا قيم كتير محتاجين نوصلها للعالم أجمع بالشكل الصحيح، بدلا من الصورة المغلوطة والمشوهة التي تشربوها من الإعلام لعقود. واللي احنا عايزين نقوله فعلا ان مش كل 4 سنين بيجيلنا منتخب عربي يصعد لنصف نهائي كأس العالم. بس هو ده ملخص الحكاية وملخص حدوتة المغرب في المونديال. شرفونا ورفعوا راسنا. كان معكم اخوكم من مصر هيما الجندي. لو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش تعملوا لايك وبرتاج لهذا الفيديو. تحياتي ليكم، سلام.